السلام عليكم. جريمتنا اليوم هي جريمة حديثة العهد. وقعت الأحداث ديالها بمدينة المحمدية، مدينة الزهور. هذه الجريمة اللي دارت ضجة كبيرة خلال أيام رمضان في هذه السنة، سنة 2026. جريمة اهتز لها الرأي العام لأنها كانت استثنائية، بحيث أنها وقعت قدام بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا وكيشوفوا الأطوار ديالها بلا ما يتدخل شي واحد باش ينقذ الضحية من يد المجرم السفاح. ولكن شحال من واحد كان كيصور هذه القضية، بل أن القضية تصورت من خلال الكاميرا ديال محل المجاور، وتنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو اللي كيصور كيفاش تقتلت خديجة بنت المحمدية اللي ذبحات في الشارع العام. خديجة شابة جميلة وزوينة، عندها في عمرها 31 سنة، من عائلة متوسطة. كانت إنسانة مخلقة ومربية وبنت عائلة حسب الشهادات ديال الناس المقربين لها. خديجة تزوجت الزواج الأول وهي في سن صغيرة، وتزاد عندها ولد من هذا الزواج. ولكن هذا الزواج الأول ما دامش بزاف، وتفرقات مع الزوج ديالها الأول لظروف خاصة بها، وولدها بقى معها. ولكن هذا الوليد كان كيعاني من مرض التوحد، وكانت ديما متبعة ليه مع الطبيب. من بعد خديجة خرجت كتخدم في واحد الوكالة باش توفر الاحتياجات ديالها. كانت عايشة على قد الحال، حياة عادية وسط عائلتها، مرتاحة ومقابلة ولدها، حتى وصل 7 سنين. حتى لواحد النهار جا واحد السيد تقدم لها، طلب من خديجة الزواج. كان راجل في أواخر الأربعينيات من عمره. السيد كان كيبان خدام وبعقله، وحتى هو كان مطلق، ووعد خديجة باللي غيعيشها وغتعيش معاه حياة مزيانة. خديجة ربما قالت غتعاود تجربة مرة أخرى مع هذا السيد، ربما الزواج يقدر يصدق هذه المرة. في الخطوبة كان هذا الزوج كيعاملها مزيان وكيجيب لها الكادوات، التعامل ديالو كان محترم ومؤدب. لكن من بعد تم الزواج بيناتهم، ومشات خديجة عاشت مع هذا الزوج ديالها، وخلات ولدها عند امها هي اللي كتقابله. ولكن فاش تحطات خديجة امام الامر الواقع، هنا كانت الصدمة الكبيرة. لقات هذا السيد اللي مزوجة به عادي من المسؤولية، وقاع داكشي اللي كان كيوعدها بيه غير كذوب، ما منه حتى حاجة، وأبسط الحوايج ما قادرش يوفرهم لها، لدرجة حتى الماكلة بعض المرات كانت كتبقى بالجوع، وكانت كتضطر هي اللي كتصرف على راسها من فلوسها. وهو كان كيبقى يتحجج لها باللي راه عنده كريديات، أو راه نقصو ليه في الصالير، أو لا عنده مشاكل. المهم هاد السيد كان عديم المسؤولية 100%، وبغى مرة تعيش معاه وصافي بلا ما يصرف عليها، بالعكس هي اللي تصرف عليه. زائد المعاملة الخيبة والصداع والمشاكل والعنف اللي كانوا كيعيشوه، وكانت كتعيش مع خديجة يوميا، واللي كانوا كل نهار. بقات خديجة كل مرة كتمشي تغتف في دارها، وكيمشي هو كيطلبها ويرغبها، وكيطلب من عائلتهم أنه يصالحوا بيناتهم وكترجع عنده. بقات كل مرة غادية جاية، حتى دازت عام ونص وهي على هاد الحال. من بعد خديجة تأكدت بلي هاد الزوج ما منه فايدة، ميؤوس منه وما غيصلحش لها. في الأخير مشات عند عائلتها، وهاد المرة بدون رجعة، وطلبات الطلاق. الزوج ديالها في البداية قال راه بحال الأيام الآخرين اللي كتمشي كتغضب فيهم وكترجع. مشى عندها، طلبها وطلب منها السماح، ولكن هي قالت لي صافي، أنا بغيت طلاقي، وكل واحد فينا يشد طريقه ويشوف حياته. تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. ومن بعد خديجة فعلا بدات الإجراءات ديال الطلاق، دفعت للمحكمة الطلب ديالها،
الزوج ديالها فاش تأكد بلي هاد الشي راه بصح وصافي خديجة باغا تطلق منه، ما تقبلش هاد القضية. وصلت بيه الدرجة انه يرجع يمشي عندها للوكالة في الخدامة، كيضربها وكيعنفها ويسبها ويعايرها قدام الناس، حتى كيدخلوا الناس وكيفرقوا بيناتهم. وشحال من مرة كيجي وسط دارهم كيتهجم عليها هي والوالدة ديالها، وكيبقى عليهم بالسبان والمعيور، حيت خديجة ما بغاش ترجع ليه نهائيا، وغاترجع بزز منها. ربما كان عنده عقدة من الطلاق، أو ربما كان كيبغيها بجنون، والله أعلم. حتى لواحد النهار، ونفس السيناريو غير اللي كيوقع ديما، لكن هذا النهار كان مختلف. كانت خديجة خدامة في الوكالة ديالها عادي جدا، وجا عندها تحاور معها ويتفاهموا، ولكن الحوار تحول لمطايفة، وبقى كيضرب فيها وكيعنفها حتى تدخلوا الناس وتجمعات عليهم الجوقة وفرقوا بيناتهم، وتحلف عليها قدام الناس باللي غيذبحها. ولكن خديجة ما تسوقاتش، ما عطاتش الأمر أهمية، حيت كل مرة كيتحلف بهذه الطريقة وما كيدير والو، وقالت هذا غير كيهضر وصافي. ولكن الزوج كان معول عليها هاد المرة مزيان. ديك الساعة مشى شرا جنوي كبير جديد ديال الذبيحة باقي بكرطونته، وخلاه عنده حتى النهار الثاني. مع الصباح مشى للشارع اللي موالفة كدوز منه خديجة فاش كتكون غادية للخدمة ديالها، وبقى شاد واحد القنت كيتسناها. تما خديجة مسكينة ما دايرة في راسها والو، غادا في امان الله حاضرة راسها، صايمة في نهار رمضان، حتى وقف عليها الزوج وجرها بالعنف، وهي كتحاول تبعد منه، ولكن ما قدراتش، بقى جارها حتى لواحد الحيط. وكانت الدنيا خاوية قدام واحد المحل ديال بيع الستادر طلامط، وبقى كيضرب فيها وكيعنفها وهي كتغوت، والرجال اللي كانوا تما كيتفرجوا فيها، وحتى شي حد مقدر يتدخل، وشي وحدين هازين التليفونات وكيصوروا من ديورهم في السراجم. وفي الاخير الزوج جبد الجنوي من جيبه وذبحها، خلى دمايتها طايرين بحال شي حولي، دار ليها نحير الجمل كيف ما كيقولوا. خلى خديجة طايحة تما كتلقف حتى طلعت الروح، وماتت مغدورة امام الناس اللي كانوا كيتفرجوا، وهو مشى هرب لواحد الغابة مجاورة. ولكن الحمد لله السلطات قدروا يشدوه في أقرب وقت. والغريب فاش تشد كيقول لهم عافاكم، راعيوا لي الوالدة راه مريضة، وهو ما راعاش الخديجة والولدها اليتيم والأم ديالها الوحدانية. خديجة اللي خلات موراها طفل محتاج ليها بزاف كتر من أي حاجة في الدنيا، واللي كان كيعاني من التوحد